السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رجب عبد الله وبرحب بيكم في قناتي عشوائي. والنهاردة هنتكلم عن واحد من أجمل وأذكى الحيوانات اللي ارتبطت بالإنسان من آلاف السنين. موضوعنا عن الحصان. ولو لسه مش مشترك في القناة ياريت تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. منذ آلاف السنين بدأ الإنسان في تدجين الأحصنة، فكان يستخدمها في البداية للحصول على الحليب واللحوم، ثم تطور الأمر وأصبحت وسيلة أساسية للتنقل والعمل وحتى للترفيه من خلال السباقات. تشير الدراسات إلى أن ظهور الخيول على الأرض يرجع إلى 50 مليون سنة تقريباً، وتنتمي كل أنواعها إلى جنس الخيل. وقد تطورت الأحصنة في أمريكا الشمالية قبل أن تختفي منها منذ 10,000 سنة، بينما يعتقد العلماء أن أول عملية تدجين كانت في آسيا الوسطى ما بين 3000 و 4000 قبل الميلاد. مع مرور الوقت أدى التدجين والانتقاء في التكاثر إلى ظهور سلالات متنوعة بخصائص مختلفة من حيث الشكل والألوان التي تتدرج بين الأبيض والأسود والبني والأشقر وحتى الألوان المرصعة بالبقع. الحصان الذكر البالغ يسمى فحل، والأنثى فرس، أما صغير الحصان فيعرف باسم مهر. وعادة ما تكون فترة تكاثر الخيول بين شهري أبريل ويونيو، ويستمر الحمل حوالي 11 شهراً. المهر المولود يستطيع الوقوف خلال ساعة من ولادته، ويبدأ في تناول الطعام خلال أسبوع، لكنه يستمر في الرضاعة من أمه لفترة قد تصل إلى 2 سنين. متوسط عمر الحصان يتراوح ما بين 25 إلى 30 سنة، لكن بعض الخيول قد تعيش أكثر من ذلك، فقد سجلت حالات وصلت إلى 61 عاماً. ومن المدهش أن الأحصنة قادرة على النوم وهي واقفة بفضل تبديل الأرجل لتجنب الإرهاق. الاسم العلمي للحصان هو إيكوس فايروسكابالوس، وهو يتبع عائلة الخيليات التي تنتمي إلى رتبة مفردات الأصابع ضمن صف الثدييات في شعبة الحبليات تحت مملكة الحيوانات. تعيش الخيول غالباً ما بين 30 و 50 سنة، ورغم صعوبة تحديد أطولها عمراً بدقة، إلا أن موسوعة جينيس سجلت حصاناً اسمه شاين كأطول الخيول عمراً، حيث بلغ 51 عاماً. التدجين جعل من الخيول كائنات متنوعة سواء في الشكل أو السلوك. ظهرت سلالات خفيفة مثل الخيول العربية والإنجليزية الأصيلة والأمريكية التي عرفت بخفتها وسرعتها وقدرتها على الركوب وجر العربات، كما أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان من أهم مواطن هذه السلالات. ألوان الخيول تأتي بدرجات مختلفة تشمل الأسود والأبيض والرمادي والكسنائي والبني والكريمي، وأحياناً تظهر هذه الألوان بشكل ممزوج أو متداخل على جسم الحصان. يغطي جسم الحصان شعر يحميه من عوامل الطقس وينظم حرارته، ويختلف سمك الشعر وكثافته مع تغير الفصول، كما يحتوي الجلد على غدد دهنية تفرز زيوتاً خاصة لحماية الجسم. يمتلك الحصان ما بين 40 إلى 42 سناً. في مرحلة البلوغ الأسنان الأمامية تقطع العشب، بينما الخلفية مسؤولة عن الطحن، وتستمر الأسنان في النمو طوال حياة الحصان. أما الغدد اللعابية فتساعد على الهضم، ويقوم اللسان بدفع الطعام إلى الحلق، كما يساعد الحصان على شرب الماء وجمع العشب بكميات أكبر. في النهاية، إذا أعجبك الفيديو قم بدعمنا بالضغط على لايك واشترك في القناة لمشاهدة المزيد من المواضيع الممتعة. وإلى اللقاء في فيديو آخر.